هنتكلم النهاردة عن سفينة سيدنا نوح في باطن الأرض وفي باطن القمر. حصل إن في 2008 النرويج بالاتفاق مع الصندوق العالمي لتنويع البذور حول العالم، ورغم ان المشروع ده هيكون مكلف جدا 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 وهياخد على الاقل 30 سنة علشان يتعمل، لكن الخبراء شافوا ان هو من المشاريع المهمة جدا واللي لازم تتعمل على وجه السرعة، وفعلا بيتم دراسته حاليا في الامم المتحدة مع وكالة الفضاء الاوروبية ووكالة ناسا. بس خلاص، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وتتابعوني علشان قصص تانية جديدة لمواتير جديدة.